شفتوا ايه اللي حصل من سواق التوك توك دوت؟ ما شفتش؟ تعال اقول لك. بيقول لك سواق التوك توك دوت في المنتزه، في حته في اسكندريه اسمها المنتزه، وكان ماشي بالتوك توك بتاعه وخبط في عربيه ملاكي واتخانقوا مع بعض، واعتدى عليه بسلاح كان في ايده. وبعد ما اعتدى عليه الفيديو طبعا واحد صوره، والفيديو تداول على مواقع السوشيال ميديا، وتم القبض عليه وحرزوا التوك توك بتاعه. وان شاء الله اي مواقف من ديت بتحصل في ثانية بيتم القبض على الشخص. ماشي في الشارع وخبطت في حد، نزلت شتمته ومديت ايدك عليه وعملت وقلت الفاظ خادشة للحياة والكلام دوت، ورفعت عليه سلاح ولا ايا يكن، بيتم القبض عليك فورا. وزارة الداخلية ما بتخليش حاجة دلوقتي غلط في الشوارع. فانت نازل تاكل عيش، مش نازل تتخانق. حصل موقف، قدر الله ما شاء فعل، وقضى أخف من قضى. يا تقف تتكلم مع الراجل باحترام وتشوف حقك لو ليك حق، يا إلا إذا خلاص المسامح كريم لو أنت شايفها سهلة وبسيطة. إنما تقف وتقول الألفاظ خديشة للحياة وتقفش فيه وتضربه ويضربك والكلام ده، بتتضر أنت وهو. ولو أنت اللي غلطان أنت لوحدك اللي بتتضر. فأنت نازل تاكل عيش، مش نازل تتخانق ولا يتقبض عليك. فجماعة نخلي بالنا من بعض، خلينا بالنا من نفسنا. وكل فيديو تلاقيني في اخره بقول الكلمتين دول: احنا كلنا اخوات، ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه. انت نازل تاكل عيش، مش نازل تتخانق. مادام نزلت علشان تشتغل فانت راجل محترم. انما يحصل معاك مشكلة ولا بتاع وتقف تتخانق في الشارع وتعمل وتسوي وتقول الفاظ خادشة للحياة والكلام ده، هيتم القبض عليك فورا. فورا. الداخلية دلوقتي ما شاء الله عليها والله العظيم، في لحظة، في لحظة تلاقيك متاخد. ومش بيضروك، بالعكس انت اللي بتضر نفسك. فاللي مش متابعني تابعني، وما تنساش اللايك والشير والكومنت. اهم حاجة شير كتير للفيديو علشان يوصل لكم كل جديد. شكرا.